ازيكم؟ النهاردة أنا جاي أتكلم مع صديقي وحبيبي الراجل المصري الأصيل والراجل العربي بصفة عامة. أنا لقيت راجل بيعمل عملات وسحر بيقولوا عليه جبار قوي. فين بقى معلم؟ عايش في وزنة. فأنت محتاج إن أنت تروح تشوف الراجل ده، هيظبط لك مراتك، هيخلي مراتك كده زي الحلقة في صباعك. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. بياخد كام؟ بياخد حوالي بيقولك من 70 ل100، مش 100 جنيه، 100,000 جنيه، على حسب صعوبة الحالة اللي مراتك فيها يعني. بس بيقولك بتطلع من تحت ايديه مراتك زي الخاتم في صباعك. اتفقنا؟ هتاخد بعضك، تاخد فلوسك. مفيش فلوس يا عم، بيع عربية، بيع اي حاجة، بيع عندك حتة عفش، عندك حتة اي حاجة، ودبر الفلوس عشان تدبر. ايه، مراتك ما تستاهلش 70,000 جنيه؟ اخص عليك يا واطي، مراتك ما تستاهلش 70,000 جنيه. يا خسيس. بس انا هحل لك الموضوع. انا هقول لك على العمل من غير ما تروح ومن غير ما تدفع 70,000 جنيه، وهتعمله، ولو ظبط نتحاسب بعدين. العمل ده بقى يا معلم مدته 70 يوم، يعني لازم تعمل الحاجة دي كل يوم لمدة 70 يوم. ومش هطلب منك حاجات بقى اقول لك جيب لي نملة متطلقة او جيب لي فرخة مش عارف مرت بظروف صحية، مش عارف. لا، انا مش هطلب منك الكلام ده كله. انت في حاجة هتعملها لمدة 70 يوم. شوف يا سيدي، انت كل يوم هتقول لمراتك كلمة حلوة، مش كلمة واحدة، جملة حلوة، كومبلمنت، مجاملة لطيفة. يعني ممكن تشكر في لبسها، تشكر في جسمها، تشكر في تفصيلة في جسمها، تشكر في شعرها، تشكر في عينيها، في حواجبها. وكل لما تكون دقيق كل لما يكون في مصداقية، والست بتحس ان انت فعلا بتعني ما تقول. كل يوم لمدة 70 يوم محتاج ان انت تشكر في مراتك مرة على الاقل. يعني انت لو عرفت تعملها 3 مرات، يعني مرة الصبح كده تشكر في الفطار اللي هي عاملاه، او معلش يا حبيبتي صحيتي بدري النهاردة عشان الفطار. يعني اي حاجة تشجعها. انت هتمدح فيها مرة على الاقل، مرة واحدة في اليوم على الاقل. يعني انت لو عايز العمل يشتغل مظبوط، هو كلام الشيخ، انا ما جبتش حاجة من عندي، هو الشيخ اللي قال لي كده، فالسحر ده مضمون وعلى ضمانتي. الخلانوسة وصلت عندي النهاردة. لا دي اللي هتجيب التايه. فانت كل يوم هتقول لها حاجة حلوة عن عينيها، شعرها، اي تفصيلة. وخليك واقعي، يعني ما تبقاش الست شعرها بيقع وبقى لها 3 سنين بتحارب فيه، وبتاخد مش عارف كرياتين، وبتاخد حقن مش عارف ايه، وبتعمل ايه، وشعرها حالته ربنا اللي عالم بيها، وتيجي تقول لها شعرك جميل. يعني ما تبقاش سخيف، خلي عندك شوية احساس وشوية سنس كده. ابعد، يعني ما تجيش في الفرغة وتتصدر. اتفقنا؟ الست بطبيعتها بتهتم، مهمومة بنفسها وبشكلها، فانت لما بتديها الثقة كده فهي بتتطور اكتر. وبعدين الست هتحس ان هي متشافة، ان انت شايفها. في بعض الستات مش متشافين، حاسة ان هي عايشة اصلا مفيش حد شايفها، فبالتالي بتهمل في نفسها وبتهمل فيك، لانها كده كده مفيش حد بيقول لها شكرا ولا حد بيمدح فيها، فهتتعب نفسها ليه؟ فانت لما بتقعد 70 يوم كل يوم تمدح في حاجة، الست بتحس ان هي متشافة، ان هي على الستيج، على المسرح. فانت تعمل ايه لو طلعت على المسرح؟ بتهندم نفسك وبتهندم كلامك وسلوكك كله بيتغير. يعني انا عشان دلوقتي اعتبر على المسرح، فبقيت حريص على كل كلمة بقولها، حريص على. وحسيت بعد ما بدأت اعمل الفيديوهات ان انا سلوكي نفسه اتغير بره. الانسان لما بيحس ان في حد شايفه يبدأ سلوكه ينضبط، ويبدأ هندمه ينضبط ويبدأ. فالست لو حست ان هي على المسرح، ان في جماهير ليها، في حد بيشوفها، سلوكها هيتغير. هيجي الواطي اللي كل مرة بيثبت ان هو واطي يقول لي مراتي ما فيهاش ميزة. ويا سيدي انا همشي معاك للاخر، انت مش شايف فيها ميزة، اخترع ميزة، اكدب عليها يا سيدي، بتصدق والله بتصدق. هو انت لما تقول لها اكلك النهارده جميل، او اكلك جميل، او الاكل اللي لذيذ النهارده، هتخسر ايه؟ هتقول لي اكلها مش لذيذ، اقول لك بالسم الهاري يا بعيد. بص انت اقفل الفيديو، انت يا واطي، انت تقفل الفيديو اصلا، مش عايز اشوفك هنا تاني. فاحنا هنكلم الناس الاسوية اللي مش هيروحوا للراجل بتاع العمليات وهيسمعوا الفيديو ده بعد 70 يوم من الكومبلمنت الحلو كل يوم، المجاملة اللطيفة،
واحد على الاقل. يعني لو عملت 3 يعني الصبح مره وبعد الظهر، ما مش دواء هو يعني، بس انا اقصد لو عملت اكتر من مره في اليوم. والعمل محتاج حاجه كمان علشان العمل يشتغل مظبوط، ده كلام الشيخ مش كلامي. استر من العين يا عم، احنا طبق فول، ايه اللي بيعمله ده؟ هتجيب معجون الاسنان وفرشه اسنان لو مش عندك، وهتغسل سنانك كل يوم مرتين، مره الصبح ومره اخر اليوم. هو العمل مش هيتم الا بكده. السحر بتاعنا للاسف محتاج ان انت في ال70 يوم تغسل سنانك 140 مرة، مرة الصبح ومرة آخر اليوم. فأنت عشان ما اطولش عليك، العمل بسيط وسهل. هتغسل سنانك كل يوم مرتين، وتقول لمراتك كلمة حلوة على الأقل في اليوم، أو مرتين 3. بعد ال70 يوم دول هتلاقي مراتك حد مختلف تماما، وأنا أضمن لك العمل ده برقبتي. ولو ما نجحش يا سيدي، عايزك تيجي في التعليقات وتمسح بص وتتكلم اي كلام عايز تقوله عني. قول الراجل ده كذاب ودجال والاعمال بتاعته ما بتنفعش، وانا والله ما همسح تعليقك، بس بعد ما تعمل انت العمل ده ل70 يوم مظبوطين. لو ما نفعش يا عم، تعالى لي واكتب لي اللي انت عايزه في التعليقات، وانا هعمل لك لايك. بس لو نفع والله هينفع، والله هينفع، تمام. ابقى اكتب لي يا عم رسالة حلوة، اقول لي يا عم الشيخ العمل بتاعك شغال وزي الفل. الخير جالك والله. اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا، غير الهدايا واليخوتك ما تبغي. لحظة، انت بعد ال70 يوم وبعد النتائج دي كلها عايز تبطل؟ ما تبقاش سخيف بقى، الدنيا حلوة اهي، كمل. انت خسران ايه يعني؟ بتغسل سنانك، ريحة بقك حلوة، انت تبطل ليه؟ يبقى ريحة بقك حلوة. والست مراتك طلعت لطيفة وطلع فيها حاجات حلوة ظهرت بعد ما كانت ميتة بالحياة، دلوقتي بقت شغالة وبقت بتتلعبط اهي وشغالة وزي الفل. هتبطل ليه؟ انت ايه العبء النفسي اللي عليك عشان تبطل تقول لمراتك كلام كويس وكلام حلو وانك تغسل سنانك؟ لا، انت هتكمل بقى، انت بتفهم وذوق، ما ترجعش بقى تبوظ الست تاني ونرجع تاني للمربع صفر. احنا مش عارفين الفيديوهات دي بتعجبكم او لا، فاللي عجبه الفيديو ممكن يعمل لايك عشان نعرف. انا مش عايز لايكات ولا حاجه، الحمد لله مستوره وظروفنا كويسه، بس اللايك بيبقى علامه ان الفيديو عجبك وان احنا نستمر. ولو مش عايز تعمل لايك على العام، ممكن تعمل لايك على الخاص، وانا اعتبره ان انت كده ايه، موافق على المحتوى وان المحتوى مناسب ليك. ولو ليك اي ملاحظه او ليك اي ملاحظه على المحتوى، قولوا لنا عليها عشان نطور نفسنا ونتواصل افضل من كده. شكرا لكم.